السلام عليكم، انا هبه السيد. يلا بينا النهارده هنعمل كده مع بعض شويه بسله يستاهلوا بقكم. مفيش احلى ولا اطعم من كده. شايفين الجمال؟ شايفينها شكلها عامله ازاي؟ طبعا معانا هنا كده كيلو من البسله على نص كيلو من الجزر. طبعا تقدري تقللي بسله تكتري جزر زي ما انت عايزه. معايا هنا كده البصله، بدات كده ان انا اشوحها، وبعد كده جهزت البسله بتاعتي، كنت غسلاها كويس جدا ونزلت البسله على البصله تتشوح معايا. طبعا انا عارفه ان في ناس كتير جدا بتعمل الاول انها تحط الطماطم وبعد كده بتنزل بالبسله، بس انا بصراحه بحب اشوح الخضار الاول مع البصله بتاعتي. براحتك تعملي انت عايزاه، بس بصراحه دي افضل طريقه بالنسبه لي. بشوح كده البسله كويس جدا مع البصله، وبعد كده بكون ضربه الطماطم على جنب كده ومجهزاها، وبعد كده بشوحها تقريبا 5 دقايق وانزل بالصلصه بتاعت الطماطم بتاعتي على البسله. اكيد في اي حاجه فيها طماطم يبقى اكيد لازم معانا معلقه السكر بتاعتي اللي هتخلي ما يبقاش فيه حمو بسبب الصلصه. تمام. هسيبها كده بقى، قلبتها كده كويس، وهبتدي ان انا اسيبها على نار متوسطه تتسبك مع بعضها. بس بصراحه انا ما بحبش اسبك اي حاجه قوي، يعني بحب ان انا اخليها تتقل ولكن ما تتسبكش، بحيث انها ما تعملش حمو او حموضه، آه، او تبقى تقيله علينا. تمام. هي كده بالنسبه لي اتسبكت. انا عارفه ان بالنسبه لناس كتير ايه ده ما اتسبكتش، لا انا كده بالنسبه لي تمام جدا. وطبعا مش هوصيكم ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا فما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واكيد اكيد انتاتكم بتفرق معايا جدا. بعد ما اتسبكت كده معايا بدات انا كده ان انا انزل بكوبايتين كبار من الميه، ومعاهم بتاع حوالي 4 كبشات من الشوربه، ومعايا طبعا هحط فلفل اسود وملح. ما بحطش اكتر من كده بهارات صراحه في البسله او عامه في الخضار، عشان بيبقى كده اطعم واحلى. طبعا حابه تضيفي اي بهارات تانية انتي بتحبي تحطيها، تمام براحتك. هسيبها على كده بقى تتسبك بقى تسبيكه التانية، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل معايا كده شويه من السمبوسه. هلف معاكم كده شويه من السمبوسه. طبعا انا عارفه ان ليها كذا لفه، بس انا بصراحه بفضل اللفه دي. تعالوا بينا نشوف السمبوسه هنلفها ازاي وهنعملها بحشوه ايه. الفلفل الاسود صح قبل ما نروح للسمبوسه، هم حبه صغيرين مع شويه الملح ودمتم. هنبدا بقى في السمبوسه كده زي ما انتم شايفين. معانا حشوه من اللحمه الاول. ببدأ كده ان انا اتني اول طرف بالشكل ده، واتني الطرف التاني واعملها كده زي، يعني زي ايه، زي قرطاس. شفت القرطاس؟ شبه القرطاس كده. بتبقى كده بتعرفي تحشيها بطريقه اسهل جدا واحسن بكتير من الطريقه التانية. طبعا انا عارفه ان هنا في المقطع ده مرات اخويا هتعترضني، لان انا دايما انا وهي بنتخانق على الموضوع ده. هي بتحشي السمبوسه بطريقه تانية، بس انا بصراحه دي بالنسبه لي اسرع بكتير. معايا هنا كده شويه من الدقيق مع شويه من الميه، وببتدي اعملهم كده شبه العجينه دي اللي بتقفل معايا وبتثبت معايا السمبوسه، بحيث انها ما تفكش معايا وهي في الزيت، يعني ما تطلعش من بعضها. بتلاقوها احيانا السمبوسه بتفك في الزيت لما بتيجي تتحمر. شفتوا الطريقه سهله وسريعه. طبعا انا عارفه ان اغلبنا او اغلب ستاتنا الجميله الامارات بيعرفوا يعملوها، بس ده طبعا بالنسبه للبنوتات الصغنانين اللي لسه متجوزين، فقلت اوريكم كده يمكن لعل وعسى. على فكره برضو انا عامله فيديو مخصوص كمان للسمبوسه على قناتي هبه السيد، ممكن احطه لكم في الكومنتات لو حابين. ده كده الحشوه معايا بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا معايا اعمل حشوه الجبنه. الجبنه بقى حشواتها كتيره، يعني ممكن مع الجبنه تحطي فلفل. انا حاطه فلفل رومي. ممكن تقدري ان انت تحطي معاها خضره، تقدري ان انت تحطي معاها زيتون. اي حشوه انت عايزاها، طبعا بيختلف الحشوات حسب مزاجك. ده كده كان شكل السمبوسه زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده. ده كده كان شكلها بصراحه انا بحبها شكل المثلث ده كده. هنا بقى زي ما انتوا شفتوا كده حشوة الجبنة بالفلفل. زي ما قلت لكم الحشوة زي ما تحبوا. في ناس كمان بتحط سبانخ وبتقطعها كده لما بتتحمر مع السمبوسة، في ناس بتفضل طعمها. وبس كده، ده الفيديو بتاعنا خفيف لذيذ على القلب. وعارفة ان انا قصرت معاكم جدا في الفترة اللي فاتت في فيديوهات طويلة على القناة دي، ولكن عشان خاطر كنت بنزل على قناتي التانية على قناتي التانية عائلة سيد وهبة. في انتظار كومنتاتكم الجميلة ولايكاتكم الحلوة، ويا رب بس التفاعل يزيد عن كده شوية، لان التفاعل بقى في الدمار منه. هوريكم بقى دلوقتي شكل السفرة كلها كانت عاملة ازاي. اتفضلوا معانا. طبعا نورتوني وشرفتوني واسعدتوني، واكيد اكيد اكيد ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وعلى فكرة وسلامة. احنا هنا كان المغرب اذنت وبنفطر، لحسن تقولوا انتوا بتاكلوا ازاي ولسه المغرب ما اذنتش. يلا تعالوا معانا اتفضلوا.